اليوم يعني أوفى عضو شرف نادي الاتحاد عبد الله شرف الدين اللي أوفى بوعده للكابتن محمود كهربا، وقام بتسليم سيارة بنتلي لحسمه المباراة النهائية لكأس ولي العهد من أمام النصر. وتم تسليم السيارة للكابتن محمود كهربا بتواجد الزميل طبعا ناصر القحطاني مراسل أكشن يا دوري في جدة. وهذه أمامنا صور لعملية تسليم اللاعب السيارة الهدية اللي وعدوه فيها بمناسبة تحقيقا لهدف الفوز اللي سجله في المباراة النهائية لكأس ولي العهد أمام النصر. طبعا في كان جدال ان الهدف تسلل، تخيل عندك هدف لو ما كان تسلل كانت جاء ايش؟ جت شو اسمه هذيك الاكبر من البانوراما ايش؟ مايباخ كان جت مايباخ يمكن. زميلنا ناصر القحطاني التقى مع الاستاذ عبد الله شرف الدين عضو شرف نادي الاتحاد. أول ما تعاقدت مع كهربا قال لي إن شاء الله إذا جبنا بطولة تهديني سيارة. قال والله إذا سجلت هدف وكان سبب في إن البطولة تكون لنا أبشر بهذه. قال لي عايز البنتلي. قلت له طيب يا محمود تؤمر، جيب لي البطولة سجل وأعطيك هي. فكان بيني وبينه الموضوع زي التحدي يعني. فوالله فعلا سجل وكسب التحدي، وأنا فرحان له إنه فرح جمهور نادي الاتحاد وفرح زملائه واللعيبة وجبنا البطولة، وهذا هو الأهم. بصراحة وقت الهدف فرحت لأنه هدف وزعلت لأنه البنت اللي حتروح؟ أبدا والله العظيم. أنا رسلت له رسالة قبل المباراة قلت له أنا حاسس إنك حتسجل هدف عروستك في جدة ترى. وكان سبحان الله فعلا يعني هو اتجه لما سجل هدف جالس على جهة المنصة ويأشر بالقلب كده ويطل فينا ومو عارف فين احنا. والله فرحت له، والله اني فرحان له كثير. الله يعطيه خيره ويكفيه شره يا رب. طيب هل السيارة بتكون موجودة هنا في جدة ياخذها ولا شكلها شاحنة على طول على مصر؟ لا هو يبغى يشحنها على مصر على طول. الله يسعده يا رب. لأنه الحين ماني شايف فيها لوحات ولا. هي لا حيشحنها على مصر إن شاء الله خلال يومين تمشي من هنا. ليه ما يستخدمها؟ عنده سيارة من النادي. يعني عنده سيارة من النادي وموفرينها احنا له للعيبة كلهم يعني. ألف مبروك للكابتن محمود كهربا. اوعد بيشحنها للقاهرة، تخيل يتمشى فيها في امبابة ولا في شارع جامعة الدول العربية. ده أحلى منظر حيكون. سلطان ايش رايك في الهدية دي؟ أول شيء نبارك للكهرباء ونقول إن شاء الله ربي يعطيه خيرها ويكفي شرها. ويشكر المفاوض عبد الله شرف. بصراحة من بداية الموسم كان دور هذا الشخص كبير في نادي الاتحاد وعمل عمل كبير سواء في الاستقطابات أو حتى في الدعم وحتى في التحفيز ووفاء بالوعد مع الكابتن كهربا. هذا أمر يشكر له، نتمنى له التوفيق. وبصراحة بطولة وهدف زي اللي سجله كهربا ويحسم بطولة للاتحاد في هذه الظروف يعني يستحق كهربا كذا واكثر. عادل التويجري يعني شوف هاشف الاتحاديين حتى يعطون بنتليات، مو بس انتم يا الهلاليه انتم عندكم الوليد بن طلال يعطي بنتلي، هنا عبد الله شرف يعطي بنتلي.